اجيب لك موبايل واجيب لك سم كارت. الله يقبل. ما شاء الله. يلا في الله. ما لا حجي. يا حيف يا حيف على اللي يرمي أبوه في دار العجزة ويروح ويخليه. حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا أنا كشخص ما بعرف إيش هي القصة، لكن شفت هذا الفيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، ومذكور إنه هذا الشاب جاب أبوه حطه بماوى العجزة، وبعد ما راد يروح يقول له يابا راح أجيب لك هاتف تتسلى بيه. طبعا هذا الكلام يلي متداول على منصات التواصل الاجتماعي، لكن القصة الحقيقية صراحة ما بعرفها. بس حبيت إذا كان هذا الفيديو صح إنه جايب أبوه على دار العجزة، حسبي الله ونعم الوكيل. راح يجي يوم وأطفالك يجيبونك ويحطونك مثل هاي الحطة إذا ما كبوك بالشارع، مع احترامي الشديد إلك. وإن شاء الله أطفالك يكونوا كويسين ومناح، ما يطلعون مثل تربيتك يلي خلتك وتجيب تحط أبوك بمأوى العجزة. صراحة إذا كان هذا الفيديو متداول بصفة عكسية سلبية على هذا الشخص، والشخص هذا مو بدار العجزة، أنا أحطك تاج على الراس. وإذا كنت جايب أبوك وحاطه بدار العجزة، حسبي الله ونعم الوكيل عليك. حسبي الله ونعم الوكيل عليك. حسبي الله ونعم الوكيل عليك 3 مرات، لأنك جازيت أبوك اللي كبرك لحتى صرت بكد القديش كرمال تجيبه وتحطه بدار العجزة. يلي يعرف تفاصيل أكثر عن هذا الفيديو، هل هو صح جايب أبوه حاطه بدار العجزة، أم إنه الفيديو متداول بشكل سلبي؟ إذا كنت أنا غلطان بحقه أعتذر منه قدام كل الجمهور وقدام كل المشاهدين، لكن إذا كان صح جايب أبوه على دار العجزة، ما بقدر أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل عليه.